بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. النهاردة ابتدينا نروح لتلاجة كريازي، حاجة بسم الله ما شاء الله، فخر الصناعة المصرية. تلاجة بسم الله ما شاء الله عليها، حاجة محترمة، حاجة معمرة. واللي نفسه يجيب تلاجة يا جدعان أنا من هنا برشح له الكريازي. الكريازي حاجة بسم الله ما شاء الله عليها، مواسير نحاس، تقفيل 10/10، خامات بسم الله ما شاء الله، عمر افتراضي طويل، وحاجة معمرة وحاجة جميلة أوي أوي أوي. بس مشكلة النهاردة إن العميل كان بيشتكي إن في عنده ضعف تبريد. التلاجة دي بقالها وليكن حوالي 20 سنة أو أكتر من 20 سنة. فروحت كشفت عليها، بصيت على الكويل، لقيت الكويل بس اللي مشمع فيه أول 3 كعان، واللي تحت ده مش مشمع. فابتديت أروح للتلاجة من ورا كده. ابتديت أروح على التلاجة من ورا، وضغطت التلاجة زي ما انتوا شايفين. ضغطت العداد على 350 هنا، وضغطت ماسورة الراجع، لان انا كنت شايف هنا في تعريق زيت. فضغطته، اول ما ضغطت بدأ يظهر معايا من عند دخول الكابيلاري من هنا في تنفيس. لقيت تنفيس من هنا خارج. فالحمد لله انا لحمته دلوقتي، واديني بضغط تاني وبختبر اللحام بتاعي، وبشيك على الشغل عشان لا قدر الله لو في تسريب تاني في اي حاجة نعملها قبل ما نتوكل على الله ونشحن. فيا ريت لو حد عنده تلاجة فيها مشكلة، فيها تسريب، فيها ضعف تبريد، فيها أي مشكلة، يا ريت يخش يتصل على 010-33-34790. معاكم ماهر الفلسطيني لإصلاح وصيانة الثلاجات والديب فريزر. وتابعونا، وما تنسوش تخشوا تصلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا دلوقتي هنشحن التلاجة ونقفل ونوريكم تبريدها بعد ما نشحنها إن شاء الله. خلاص كده. دلوقتي يا جماعة لحمنا التسريب اللي كان موجود عندنا الحمد لله. دلوقتي هنقفل في الشبكة بتاعتنا. نفك الصليب اهو، نفك الصليبة، وهنبدأ نقفل الشبكة بتاعتنا عشان نبدأ نقفل مواسيرنا ونبدأ نلحم التلاجة بتاعتنا. يا ريت يا جماعة لو حد عنده أي استفسار، أي مشكلة في تلاجته، في أي حاجة، يا ريت يخش يتصل على 010-33-34790. معاكم ماهر الفلسطيني لإصلاح وصيانة الثلاجات والديب فريزر وغرف التبريد. ويا ريت تخش تكتبوا في التعليقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا الله. لأن احنا ما بنتوفقش غير ببركة الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت تكسروا من الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الشفيع المشفع، لأنه بيه بتتحل العقد، وبيه كل التوفيق بيحل علينا إن شاء الله. عندنا أهو نقفل الشبكة بتاعتنا زي ما كانت. كل ده واحنا برضو سايبين العداد ضاغطين لحد 350 على العداد برضو، وكنا بنتابع مكان اللحام بتاعنا اللي هنا ده، التسريب اللي كان هنا. وادي العداد بتاعنا كنا ضاغطين لحد 350، والحمد لله زي ما هو، ما اتحركش ولا اي حاجة. فنسأل الله ان ربنا يوفقنا ان شاء الله من عنده. واي حد عنده استفسار، عنده مشكلة، عنده تلاجة بايظة فيها مشكلة، يا ريت يخش يكتب لي في التعليقات مشكلته، وان شاء الله نرد عليه، او يتصل على رقم 010-33-34790. دلوقتي يا جماعة احنا لحمنا الفلتر اهوت، ولحمنا الكابيلاري اللي هنركب منه. بس قبل ما بنلحم الكابيلاري ده في الفلتر هنا، بنتأكد ان لحماتنا لا قدر الله مفيش فيها حاجة سدت كده.
فبنشغل التلاجة نتأكد ان الهواء خارج من هنا 100 والدنيا جميلة ويبقى مفيش لحام، لان ممكن اللحام ده وانت بتلحم الفلتر الفضة تسف منك هنا تسد الفلتر من جوه، تيجي انت تلحم الكابيلاري ده وتشحن تيجي تكتشف ان بعد كل ده ان في سدد عندك، انت متبقاش عارف السدد اصلا منين. فلازم تاخد خطوة بخطوة، وكل خطوة تعملها لازم تشيك عليها صح عشان شغلانتك ان شاء الله تطلع مظبوطة. فاحنا حاليا دلوقتي هنعبي شوية سوزن، معانا اهو شوية سوزن في الغطا، وهنشفط الكابيلاري ده عشان نتأكد ان هو كمان سالك مفيش فيه اي مشكلة اهو زي ما انتوا شايفين. هنحط كده السوزن اهو بتاعنا، جاي معاك التصوير كده اهو. نحط السوزن بتاعنا هنا ونعمل ونسد ماسورة الشحن دي بصباعك، هيشفط معاك من الكابيلاري. اتأكد ان الكابيلاري بتاعك سالك ومنه تعمل عملية نظافة للدايرة كلها. السوزن ده هيلف الدايرة كلها ينضفها من الشوائب من الرطوبة من اي حاجة فيها ويروح اهو زي ما انتوا شايفين كده. كابيلاري بسم الله ما شاء الله عليه شفط معانا السوزن كله ما فيش اي حاجة. نفضل حاطين صباعنا كده لمدة دقيقة بحيث ان التنر يلف الدايرة كلها ينضفها من الرطوبة من الشوائب ومن اي حاجة، ونبقى من ناحية تانية اتأكدنا ان الكابيلر ده سالك 100% مفيهوش اي مشكلة. فبعد كده ان شاء الله هنروح جايبين الكابيلر ده نحمله في الفلتر، بعد كده نفاكيم الدايرة ونبدأ نشتغل، نبدأ نشحن التلاجة ان شاء الله. فيا ريت لو بتستفاد مني بأي معلومة تخش تكتب في التعليقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا الله. معاكم ماهر الفلسطيني لإصلاح وصيانة الثلاجات والديب فريزر وغرف التبريد. رقم الموبايل 010 33 دلوقتي يا جماعة احنا دلوقتي بنعمل عملية الفاكيوم زي ما انتم شايفين. احنا كده اتأكدنا ان لحاماتنا كلها الحمد لله مفيش فيها اي سدد ولا فيها اي حاجة. دلوقتي احنا هنعمل عملية الفاكيوم. هنركب معانا بلف الشحن هنا بتاعنا هنا، نربط بلف الشحن بتاعنا كده كويس. زي ما انتم شايفين الهواء بيقل ازاي. احنا ربطنا بلف الشحن 100. هنجيب بقى عدادنا، نعلق عدادنا الجميل ده هنا كده، ونوصل معانا الخرطوم بتاعنا هنا عشان نعمل عملية الفاكيوم بتاعتنا. طبعا في هنا الدقة قصير عايز يطول شوية عشان احنا ربطنا الإبرة قوي. تصور شغال اهو. دلوقتي يا جماعة احنا بقى عملنا عملية الفاكيوم والعداد جاب معانا لحد -30 هنا. ادينا هنا حاطين السوزن بتاعنا زي ما انتم شايفين، قرب هنا كده على المية على السوزن زي ما انتم شايفين كده، مفيش فقاعات بلالين ولا اي هواء بيخرج، فده دليل ان الدايرة كده فضيت من الرطوبة وفضيت من الهواء اللي جواها. دلوقتي هنقفل الكابيلاري ده ونلحمه ونبدأ ان شاء الله نشحن. فدلوقتي هيقوم الاستاذ احمد يفصل لنا الكهرباء. اول ما اقول له افصل يفصل الكهرباء. يلا يا استاذ احمد توكل على الله. يلا. ادي الاستاذ احمد فصل الكهرباء وادي بدأ يشفط معانا السوزن، وادينا طبقنا الحمد لله، ونيجي عليه كده ونروح ايه مديله ايه دقة كده كويسة.
بعد كده تروح مشغل اللمبة بتاعتك للحمة. زي ما انتوا شايفين الطين هيولع في ايدي. احنا دلوقتي يا جماعة زي ما انتوا شايفين اهوت بدأنا نشحن ان شاء الحمد لله اهو. ادي العداد بتاعنا لسه بادئين نشحن، ما كملناش 5 دقايق. العداد بتاعنا لحد فين؟ احنا بس مستنيين الكباس يبدأ يشتغل والفريون يبدأ ينتشر. بعد كده ان شاء الله هنشوف لو محتاجة تزويدة هنزودها تزويدة كمان ونظبط الدنيا. جينا اختبرنا لحماتنا كلها بالبريل، بسم الله ما شاء الله، مفيش اي تسريبات ولا في اي حاجة في لحماتنا، والحمد لله يا رب. كل ده توفيق من ربنا، وكل ده ببركة الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. فيا ريت اي حد عنده مشكلة في تلاجته مزهقاه، تلاجته قرفاه، ما يعملش فيها اي حاجة، يتصل بس على 010-33-347-790. معاكم ماهر الفلسطيني لإصلاح وصيانة الثلاجات والديب فريزر وغرف التبريد. تعالوا كده مع بعض نبص على الفريزر ونشوف شمع قد ايه. احنا لسه كل اللي احنا عملناه ان احنا فتحنا الفريون بس بقالنا 5 دقايق، فهنبص كده على الفريزر بتاعنا ونشوف التشميع بتاعنا بقاله قد ايه، ولسه اصلا ما اديناش الشحنة كاملة. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين الكويل بتاعنا بسم الله ما شاء الله شمع اهو. المواسير معانا شمعت كلها اهي، صباعي بيلزق في المواسير ما شاء الله عليها، والبخار طالع بسم الله ما شاء الله. لو انتوا شايفين البخار اللي طالع ده قدامكم يا ريت تخشوا تصلوا على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ان شاء الله بالظبط 10 دقايق او ربع ساعة بالظبط يكون معانا الكويل ده شمع وبقى بسم الله ما شاء الله. يا ريت اللي شايف البخار اللي خارج ده يخش في التعليقات ويكتب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا الله.